عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أحمد شبراوي وأنت بتشوف قناة صفا لهذا العطور. لو لسه ما شرفتنيش بالاشتراك في القناة يسعدني إن أنت تنضم لينا وكمان تفعل الجرس عشان يجيلك فيديوهات قيمة جدا عن العطور. كتير جدا بنحب إن إحنا نستخدم عطر يكون سريع. يعني إيه سريع؟ يعني يكون عطر يومي، مش رايح مناسبة، مش رايح في مكان، بس أنت محتاج إن أنت تستخدم عطر، وفي نفس الوقت يكون العطر ده يكون كويس ومميز. فبالتالي انت طبعا مش هتدفع فلوس في عطر يكون عطر رسمي. انت حابب ان انت تجيب عطر يكون رخيص الثمن وفي نفس الوقت يكون مناسب جدا بالنسبه لك. عشان كده شركة درعا فيها مجموعة من العطور فخمة جدا المميزة، وفي نفس الوقت هو عطر يومي تقدر ان انت تستخدمه كعطر يومي. المكونات العطرية بتاعته هي مكونات متواضعة. طبعا بكلمة متواضعة يعني بمعنى انه مش مكونات طبعا الطبيعية الاكتر فيها طبيعية بتكون غالية. طبعا لو انت متابعني من زمان هتعرف ان في مكونات صناعية ومكونات طبيعية. المكونات الصناعية طبعا بتفرق كتير جدا، طبعا منظمة إفرا ما بتوصي بيها، لكن دايما هتشوف البراندات الكبيرة وكمان العطور بتقيم يا جماعة بناء على طبيعة الزيوت العطرية اللي موجودة فيها. يعني دي حاجة ادفانس شوية انت مش هتعرفها لان انت مش مصمم عطور، لكن انا بقولها لك ببساطة. العطور بيتم تصنيفها بناء على الطبيعة اللي فيها، طبيعة الزيوت العطر اللي موجود فيه، وكمان بناء على التصميم نفسه. يعني المصمم لو هو مصمم بارع ادالك عطر كويس جدا. طبعا هنشوف عبد الصمد القرشي، نشوف المجموعه العطريه والزيوت العطريه الموجوده فيه، طبعا بتفرق كتير جدا عن درعا. ده ليه استهداف وده ليه استهداف. فالعطر المقدم معانا النهارده ده انا بقول لك على ان العطر عطر متواضع في الزيوت الطبيعيه الطبيعيه الموجوده فيه. كمان سعره مناسب كاستخدام كعطر يومي. طيب سريعا جدا هنتكلم على اسم العطر، وهو اسم العطر النهارده عطر برومو. عطر برومو من شركة درعا. طب العطر مكوناته فيه ايه؟ غالبا هنشوف فيه الزهور والفواكه. مقدمة العطر فيها ايه؟ فيها الاناناس، فيها كمان اليوسفي، فيها كمان البطيخ الاحمر. فده مقدمة العطر. يعني مقدمة العطر هتجيلك شبيهة جدا بالحمضيات وبين الفواكه. سريعا ما هتتطاير معاك، مش هتثبت معاك فترة طويلة جدا نظرا للزيوت الموجودة فيها سريعة التطاير. سريعا هيجيلك الياسمين والفريسيا واليالنج يالنج. زهرة اليالنج يالنج طبعا هي زهرة ماليزية اتكلمت عنها كتير جدا عندنا في القناة، مميزة اكتر بتصنف للنساء، باستخدامها للنساء زهرة ناعمة. زائد كمان الياسمين، هنا الياسمين المصري مميز جدا كمان. دخول الياسمين في مع زهرة اليالنج يالنج، انا شايف ان وسط العطر هنا هيكون كويس، لكن استمراره هيديلك ريحه سويتيه. هو العطر انا اشوفه مقدم اكتر للنساء اكتر منه مقدم للرجال، وباختلاف الجنسين. لا العطر هيجيلك سويتي شويه، سويتي، ريحه بودريه من البودر هتلاقي موجود في القاعده العطريه هنتكلم عنها. زهره اليالنج يالنج طبعا موجوده بقوه، موجوده فيها بنعوميه، هتشميها كمان مع السويت بتاع الياسمين، وده هيكون شيء مفضل جدا بالنسبه لي. طيب القاعده العطريه فيها ايه؟ فيها الفيتيفير، فيها الصندل، فيها العنبر، فيها الفراوله، فيها المسك البودري، مسك بودري ريحه نظافه يا جماعه. طيب كلنا عارفين ريحه النظافه بالمسك الابيض والمسك البودري فيها هتكون الريحه دي طاغيه عليها، يعني هيكون طاغي عليها اكتر الريحه دي مع ريحه الصندل. طبعا عارفين ان الصندل ليه ريحه مميزه جدا فيها. العنبر موجود فيها طبعا، هنا مش عنبر جراس ولا حاجه، ده هنا عنبر من الصمغيات، الصمغ العربي موجوده فيها. هتشم فيها برضو ريحه على استحياء كده موجوده فيها. طيب الزيوت دي موجوده فيها في القاعده العطريه ليه؟ موجوده فيها للثبات بتاعها، بتديله ثبات اكتر للعطر. واظن ان هو مش هيستمر معك اكتر من 3 ساعات على حسب تقديرنا ليه. اكتر من 3 ساعات العطر مش هيستمر معك. هو عطر انا شايفه من العطور اليوميه اللي تقدر ان انت تستخدميها بشكل يومي، عطر مناسب جدا بالنسبه لك. لكن هو مش العطر واو يعني الاكتر شيء، يعني بس عشان ابقى امين معاكي في المعلومه، عشان لما تيجي تقيمي العطر تشتريه بناء على يعني معلومه صحيحه تقدر ان انت تستخدمي فيه. لكن هو عطر يومي، عطر في اليوم العادي بالنسبه لنا، ان احنا حابين ان احنا نقعد نشم ريحه كويسه، ريحه عطريه برضو تعدي المزاج بتاعنا في البيت. عطر مناسب جدا بالنسبه لي. اتمنى ان انا اكون افدتك. كمان هسيب لك رابط اسفل الفيديو لو انت حابب ان انت تحصلي عليه، وتحصلي كمان على معلومات مفيده جدا. ما تنسيش كمان في تسجيل معانا في دوره تدريبيه
تقدري ان انت تحصلي على دورة تدريبية في تصميم العطور. شكرا، اشوفكم في فيديو جديد. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.